كتبدا القصة ديالنا بواحد النص كيعاود على السقوط ديال البشرية مور ما انتشر الفيروس اللي عطى الفرصة لطلوع القردة بالزعامة ديال سيزر. في هاد اللحظة هادي كنشوفو الكنازة ديالو والعشيرة ديالو كاملة كتحط الورود على راسو قبل ما يشعلو المحرقة عليه، وهاد الشي باش يكرمو القائد ديالهم اللي مات. من بعد قرون على هاد الأحداث هادي القردة دارو عشائر مختلفة ومتفرقة في كاع البلايص، حتى فينا كنشوفو ثلاثة ديال القردة صغار اللي هما نوا وصونا وأنايا كيخرجو يقلبو على البيض ديال النسر. هو واحد الطقس ديال الترابط بين النسور والقردة، حيت العشيرة ديالهم كتدرب النسور باش يعاونوهم في المهام ديالهم. أنايا ونوا وصونا هما كيقلبوا على شي عش ديال شي نسر على حسب البيض، كيلقاو واحد العش فيه ثلاثة ديال البيضات. أنايا بغا يهزهم كاملين ولكن نوا قال ليه لا ما يمكنش، ضروري نخليو بيضة وحدة على الأقل في العش، وهذا هو القانون ديالنا. من بعد ما هز كل من صونا وأنايا البيض ديالهم، نوا بقى بلاش هو يشوف واحد العش في بلاصة عالية وصعيب طلع ليها، صافي قرر يطلع للعش ولكن طلع غير ب66 كشيفة، يلاه بغا يهز البيضة من العش وهي تم جاية ليه الأم النسر. هو جمع قوته كاملة وهز البيضة من العش ولكن هي قدرت تقيسو. نوا زلق من تماك وكان غادي يطيح، لحسن الحظ انه قدر يشد راسو في الجنب ديال واحد البنايه اللي قديمه. ملي كيبداو الثلاثه بهم هابطين لعند الخيل ديالهم، نوا لاحظ بلي البطانيه ديالو ما كايناش من فوق العود ديالو. كيشوف واحد الانسانه اللي هي غريبه اللي كيسميوها القرده الايكو، كتجري ديك الايكو كيجريو من موراها ولكن هي رمات البطانيه وهربت في واحد النفق مظلم. رجعوا الثلاثه بهم للعوده للقبيله ديالهم فين كاين كورك الاب ديال نوا، حيت هو الزعيم ديال القبيله وكذلك مول سميتها دار. كيعيشوا مجموعين وبسلام وفي امان. نوا هضر مع كورو على الطقس اللي جاي غدا ديال الترابط بين القرده والنسور، ولكن با حذرو من انه يمشي بعيد على الواد. من بعد ما شم فيه ريحه ديال البشر في البطانيه ديالو بالليل، نوا سمع شي حس ومشى كيقلب شنو كاين. هو يلقى نفس المراه اللي كانت دات ليه البطانيه ديالو، ضرباتو في صدرو وهرسات البيضه اللي كان مخبي في ساكو وهربات. وخاصو انا كانوا مستعدين ياجلوا الطقوس ديالهم على قبل نوا، هو رفض ياجلوا الطقوس ديالهم على قبلهم وخرج باش يجيب بيضه وحده اخرى من بلاصتها. ملي وصل لكوان المعلوم لقى قرد ميت ومعاه واحد من العشيره ديالو جاي باش يحذروه من القرده المقنعين. من بعد ما تخشات فيه موس في ظهره، نوا تخبى. ملي وصل في المجموعه ديال القرده لابسين قناع لقاو العود ديال نوا وضربوه باش يجري ويرجع بهم للقبيله ديالو. ملي رجع نوا لقى القبيله ديالو كلها شاعله فيها العافيه، والقرده اللي لابسين قناع كيجمعوا في العشيره ديالو واحد واحد وهما كيغوتوا على قبل سيزر، ومن بيناتهم مودار وصونا وانايا. نوا مشى باش يوصل لكورو ولكن لقى واحد جنرال غوريلا سميتو سيلفا. النسر ديال كورو طار ولو حاول يحمي بوها من سيلفا. كورو قاوم ولكن بدون فائده حيت سيلفا غلبهم بجوج. هو يلوح نوا من اعلى البرج قبل ما يقتل كورو. غدني في الصباح نوا لقى راسو بوحدو وسط الدمار ديال الدار ديالهم. مشى واحد شويه حتى لقى الجثه ديال با كورو ودفنو. من بعد انطلق باش يقلب على العشيره ديالو. النسر ديال كورو بان مره وحده اخرى ولكن ملي حاول نوا يتصاحب معاه النسر جرحو في دراعو. كمل نوا طريقو وكيرتاح ملي كيحتاج الراحه، ولكن طاح في واحد السقف ديال الزاج كان داير واحد القرد كفخ للقرده المقنعين. قطع الكورده باش يخرج من تماك ولكن لقى راسو قدام واحد القرد سميتو راكا في شكل كيحسب ليه بلي نوا مع القرده اللي لابس القناع. ولكن نوا شرح ليه الوضع ديالو. راكا قال ليه بلي راه حرق اخر قرد من العشيره ديالو قبل ما يدي نوا معاه. راه شرح ليه بلي هو تابع لمعتقدات ديال سيزر القطيطي وكينتمي واحد المجموعه سميتها نظام سيزر، وهو دابا العضو الوحيد فيها. دري لابس قناع كيتبعو واحد القرد مستبد مسمي على راسو بروكسيموس سيزر، بيحرف الهويه ديال سيزر الحقيقي وخدم بها لمصلحته. راكا عاود نوا على الوقت اللي كانوا فيه البشر والقردة كيعيشوا مجموعين جنب الجنب ماشي بحال دابا، وهذا الشيء كان من المعتقدات اللي كان سيزر شاد فيها. راكا مشى مع نوا باش يعاونوه من المهمه ديالو باش يقدر يلقى العشيره ديالو، وفي طريقهم تلاقاو بالبنت اللي كانت رسد ليه البيضه ديالو اخر مره. من بعد ما داروا المخيم ديالو راك عطاها الماكله وقنع نوا باش يعطيها البطاريه ديالو باش تتدفى من البرد. واخا هو ما كانش تايق فيها راك سماها نوفا على الانسان اللي تصاحب معها سيزا. من بعد بالليل نوا وصل لواحد البلاصه وبدا كيشوف في النجوم بالتلسكوب، ونوفا حتى هي شافت التلسكوب وبانت عليها نفس الدهشه ديال نوا. في النهار اللي مورا نوفا التحقت بنوا وراكا. ملي وصلوا لواحد البلاصه لقاو القطيع ديال الحمار الوحشي كيشرب من واحد البحيره. فجاه بانت مجموعه ديال البشر وخرجت حتى هي باش تشرب وتوصل من الماء. ديك الساعه وصلوا القرده ديال بروكسيموس وبداو كيجمعوا البشر واحد واحد باش يديوهم معاهم. نوفا
لقات خدات في الغرز بين معركة حاول يحميها، وسيلفا مشى كيقلب عليها. نوا ركب العود ديالو باش يقلب عليهم بجوج، ولكن فوتت السمية ديال نوا وهو ينقذها بالمعاونة ديال الراكب. هربوا من القردة الأشرار ووصلوا لواحد الشاطئ. ديك الساعة نوفا هضرت وقالت بلي سميتها مايي، وقالت نوا بلي القردة كيديو العشيرة ديالو لواحد الملجأ بناوه البشر بلا ما يحكموا القردة كوكب الأرض، بينما هي باغا تلقى بشر آخرين باش يقدروا يرجعوا حكم كوكب الأرض. صافي هي هاديك كملوا السفر ديالهم حتى وصلوا لواحد القندرة، ولكن سيلفا والقردة ديالو حاصروهم من اللور والقدام. مايا طاحت في الواد من بعد ما حاول قرد آخر يشدها، ولكن داها التيار. مايا تعلقت في واحد الشبكة وراكا حاول يطلعها من الواد. راكا هبط عندها الواد باش يطلعها ويجر التيار. اللي حاول يطلع تاني سيلفا كان شد نوا ومايي قبل ما يقرب للشبكة بالموس. راكا ذكر نوا بالمعتقد ديال سيزر اللي هو أن القردة أقوياء ملي كيكونوا مجموعين، قبل ما يقطع سيلفا الشبكة ويديه الواد. من بعد داو نوا ومايي للمخيم ديال بروكسيموس اللي كان حدا واحد القبو عملاق اللي هو كيحاول يحلو ما قدرش لواحد المدة طويلة. نوا تلاقى تاني مع الأم ديالو دار وصونا أنايا قبل ما يديوه مع مايي باش يتلاقاو بروكسيموس. كنعلمو واحد من البشر سميتو تريفان اللي تابع لبروكسيموس بالإرادة ديالو، حيت هو تقبل بلي الحكم البشر على الأرض سلام شحال هادي. بروكسيموس شرح بلي ناوي يتطور ويغزي الأرض كاملة من اللي يعرف الأسرار ديال القبو، وكيظن بلي نوا يقدر يكون مفيد في المحاولات ديالو، وكيحذرو بلي ما خاصوش يثق في البشر وخصوصا في مايي. هضر مع الام ديالو دار اللي تقبلت بلي دارهم مشات. نوا بان عليه بلي فقد الامل. اكتشف القلادة اللي خلاها ليه راكا وذكراتو بالطريق ديال سيزر، وقنع راسو بلي القانون ديال بروكسيموس غلط. نوا مشى يقلب على مايي وواجهها على شنو باغا بالضبط. قالت ليه بلي كتقلب على شي حاجه بحال شي كتاب باش تعاون البشر يتواصلوا مره واحده اخرى. داروا اليد في اليد مع سونا وانايا باش يدمروا داكشي اللي في القابو باش يولي بلا فائده لبروكسيموس. تريفان شافهم وقال لهم بلي المحاولات ديالهم ما غاديش تنجح. مالي حاولت تقنعو ينضم ليهم، ولكن تريفان ما بغاش، كان فاقد الامل في البشريه وكان غادي يقول الحقيقه لبروكسيموس اللي راهم غادي يفجروا الجسر اللي حامل القابو من الماء. وهي تخنقو مي حتى مات، وخلات القردة يلوحوا الجثه ديالو في الماء. زرعوا المتفجرات في ديك الكنطره ولقاو الطريق سري باش يدخلوا للقابو اللي عرفها مي بوحدها. وسط القابو القردة لقاو واحد الكتوبه فيهم تصاور كتبين ان اجداد القردة كانوا كيحبسوهم من البشر بالاقفاص. بين ما هي لقات الكتاب ديالها اللي هو المفتاح ديال فك الشفرات مخبي وسط الماكينات ديال القبل. صافي القردة كانوا غاديين خارجين من القبو وتلاقاو بروكسيموس والقردة ديالو. واحد من النواب ديالو سميتو لايتين شد سونا وحط لموس على عنقها حيت بروكسيموس بغا ما يتعترف بالسلطه ديالها. ما هي جبدت واحد الفردي لقاتو في القبو وضربت لايتين بصدرو وقتلاتو. ملي سول بروكسيموس واش كاين فرادة اخرين في وسط القبو، ما هي قالت ليه بلي ما يقدرش ياخذ داكشي اللي داخل، وبدات كتبركح في القنطره. وهذا الشيء اللي خلى القبو يغرق بالماء. القردة ديال بروكسيموس ماتوا بين معاشر الناس بداو كيطلعوا الفوق. هو كان كيجري عليه سيلفا ولكن قدر يدوز معاه حتى واحد الفجوه اللي سيلفا كان كبير عليها بزاف وخلى هذيك الغوريلا الغليظه تغرق تما. القردة طلعوا للفوق ولكن بروكسيموس لقاهم وبدا كيهاجم نوا حيت خرب ليه الخطط ديالو. هو ناوي يخليه يركع عند رجليه قبل ما يقتلو، ولكن هو بدا كيغني الاغاني ديال باه باش يعيط على النسور اللي مربينهم. والعشيره كامله انضمت ليه. ملي بدات النسور كتهاجم بروكسيموس وكيعضوا وينقبوا فيه احتاجت النسر ديال دار ودارت الضربه قاضيه وجرت بروكسيموس من الحافه وطيحته في وسط البحر. نوا رجع القردة لدارهم وفين بداو كيصلحوا الديار ديالهم. مي لقاتهم باش يجي تودع نوا، ولكن هو قال لها بلي وافق على واحد الحاجه قالها بروكسيموس، وهي بلي البشر كيديروا اي حاجه باش يخدموا المصالح ديالهم. ما هي اعترفت بلي كتحاول ترجع البشر باش يسترجعوا الكوكب ديالهم، ولكن هو سولنا فين غتبقى بلاصه القرده في هادشي كامل. ما هي وصلت لواحد القاعده ديال البشر وتلقات بواحد المرا سميتها كورينا. ما هي عطاتها مفتاح فك الشبراز واللي داتو كورينا الفريق ديالها واستعملوه باش يشغلوا الشبكه ديال الاقمار الصناعيه باش يقدروا يتواصلوا مع الناجين الاخرين من البشر. الاقمار الصناعيه خدمات وتواصلوا مع هذوك الاخرين اللي باقيين حيين، والفريق كامل فرح بهذا الانجاز هذا. من داك الوقت نوا دا سونا لبلاصه فين كاين تيليسكوب باش تشوف النجوم معاه في التلسكوب. حتى غادي نكونوا وصلنا لنهايه قصه الفيلم ديالنا. اذا عجبك المحتوى كنتمنى تدعمني بلايك واشتراك ودوزو عندي الفيسبوك وانستغرام، ونشوفكم في الفيديو الجاي وتهلاو.